السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر في يوم جديد بفيديو جديد من مشيئة الله الحياة. هتكلم معاكم في الفيديو النهارده عن انواع النخيل متوفرة عندنا هنا في المشتل. عندنا هنا في المشتل بيتوفر 3 انواع من النخيل. ايه هم ال3 انواع دول؟ اول نوع عندنا اللي هو البرحي، ثاني نوع المجدول، ثالث نوع اللي هو السيوي. طب ايه اللي يفرق البرحي عن المجدول عن السيوي؟ اول حاجه اللي يفرق ال3 عن بعض اللي هو الصنف. صنف البرحي من الاصناف الرطبه، اما المجدول والسيوي دي من اصناف الجافه ونصف جافه. طب شكل الثمار هنا ايه وشكل الثمار هنا وشكل الثمره هنا ايه؟ اول حاجه البرحي بتبقى البلحه بتاعته لونها اصفر، دي بتتاكل في مرحله البصر بتاعتها. اما المجدول والسيوي، المجدول مثلا بيبقى لون البلحه بتاعته لونها بني فاتح، دي بتتاكل في مرحله التمر. اللي ما يعرفش مرحله التمر ديت اللي هي مرحله وسطيه ما بين الرطب والجاف. لكن السيوي بيبقى لون البلحه بتاعته لونها اصفر، لما بتوصل لمرحله النضج بتتحول للبني الفاتح، لو انحفظت شويه بتتحول للبني الغامق. طيب البرحي بيتزرع فين والمجدول بيتزرع فين والسيوي بيتزرع فين؟ اول حاجه البرحي ده بيتزرع في اي حته في مصر، مالوش مكان معين، بيتزرع في وجه ابلي ووجه بحري. اللي باختلاف هنا اللي الثمار بتاعه الوجه الابلي بتطيب وتنضج قبل الثمار اللي مزروعه في وجه بحري، طبعا عشان اختلاف درجات الحراره. اما المجدول والسيوي دول بيتزرعوا في وجه ابلي بس، ما ينفعش يتزرعوا في وجه بحري. طب لو انا زرعت مجدول وسيوي في وجه بحري ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه جوده الثمار هتقل، تاني حاجه هيحصل اعفان في قلب الثمار طبعا بسبب انخفاض درجه الحراره. طب مده حفظ كل ثمره من الانواع ديت ايه؟ الاصناف الرطبه عامه والبرحي دول بيتحفظوا مده الحفظ بتاعتهم ما بتزيدش عن 6 شهور. اما المجدول والسيوي والاصناف النص جافه والجافه ديت مده الحفظ بتاعتها ممكن تتراوح من سنه لسنتين. كده نكون اتكلمنا معاكم عن انواع النخيل المتوفره عندنا هنا في المشتل. ما تنسوش تسالوا اسئله عشان نجاوب عليكم يعني. وفي اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا مشاركه الفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس ويستفادوا زي ما حضراتكم استفدتم. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشيئة الحياة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.